السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجالة تانية ثانوي، أخباركم إيه؟ أنا عارف إن في ناس داخلة الترم التاني وأول حاجة في دماغها إن الفيزياء بتاعتها صعبة، أيوه الفيزياء بتاعتي صعبة، مثلا مين قال لك يا ابني؟ مدرس فلان قال لي إن الفيزياء بتاعتي صعبة، أو فلان الفلاني قال لي إن الترم التاني صعب، هي مش صعبة، هي الفكرة إن هي طويلة شوية. أول درس عندك كان بيتكلم عن حاجة اسمها الكثافة، مبدئيا كده إحنا هنقول لك تلخيص الدرس الأول، ولو انت عاوز تسمع شرحه هحط لك لينك قائمه التشغيل اللي فيها الدروس كلها، بس احنا نجيب التلخيص. اول درس عندك الراجل هيتكلم عن الكثافه، تاني درس هيتكلم عندك هو الضغط. المهم يا سيدي الكثافه، الراجل بدا ان انت عندك الماده موجوده في ثلاث حالات، زي ما شرحناها في السريان واللزوجه، قلت لك ان الماده اما تيجي في الحاله الصلبه، اما تيجي في الحاله الغازيه، اما تيجي في الحاله السائله. ايه اللي يفرق يا مستر؟ ان انا عندي الحاله الصلبه الجزيئات بتبقى قريبه من بعض، فتلاقي ان الماده متماسكه، يبقى المسافات البينيه بين كل جزيء والاخر صغيره جدا، فالماده متماسكه. لكن تعال نروح للماده السائله، او الماده لما تيجي او تبقى موجوده في صوره سائله، عندك المسافات البينيه بين كل جزيء والاخر بيبقى فيه مسافات بينيه، يعني المسافات البينيه بينهم متوسطه. طيب تعالى كده في الماده الغازيه، او الماده لما تيجي تبقى موجوده في صوره غازيه، تلاقي ان الجزيئات بينهم مسافات بينيه كبيره، بينهم مسافات بينيه كبيره. فعشان كده تلاقي ان في الماده الصلبه ليها شكل ثابت، يعني لو انت عندك حته حديده وحطيتها في كوبايه، مسكت حته الحديده وحطيتها في مش عارف في كوبايه كبيره، مش هتاخد شكل الاناء اللي انت حاطه فيه، هي شكلها ثابت. اما الماده السائله لا، هي بتاخد شكل الاناء اللي موجوده فيه. عشان كده كنا بنقول ان المواد السوائل والغازات، السوائل والغازات كنا بنطلق عليها حاجه اسمها مائع. تعالى كده نروح للماده الغازيه، الماده الغازيه الراجل كان بيقول لك ان هي ملهاش شكل محدد. ليه يا مستر؟ لان انا مثلا عندي الاوضه اللي انا قاعد فيها دي اوضه وليكن مساحتها صغيره، انت قاعد في اوضه اكبر، الغاز واخد شكل الاوضه اللي انت موجود فيها، فبالتالي بتختلف من مكان لاخر، يعني بتاخد شكل الحيز اللي انت موجود فيه. عشان برضو كده كنا بنقول ان الغازات مائع، صح ولا مش صح؟ صح. فانت كده عندك كلمه المائع دي ماده قابله للانسياب، ماده قابله للانسياب. هل ليها شكل محدد؟ ملهاش شكل محدد. ليه يا عم؟ لان احنا قلت لك ان السوائل ملهاش شكل محدد بسبب في مسافات بينيه. المواد الغازيه ملهاش شكل محدد، تاخد الغرفه اللي انت موجود فيها، غرفتك كبيره صغيره بتاخد شكل الغرفه اللي انت موجود فيها، يبقى ملهاش برضو شكل معين، تاخد شكل الحيز اللي موجوده فيه، فده برضو مائع. يبقى المائع ماده قابله للانسياب، ليها شكل معين؟ لا ملهاش شكل معين، بتاخد شكل الحيز اللي موجوده فيه. عشان كده الراجل قال لك ان احنا عندنا كده نوعين من الموائع. اول نوع الموائع السائله، والموائع السائله دي عندي كام حاجه بتميزها. اول حاجه ان هي هل ليها شكل معين؟ لا ملهاش شكل معين، لكن ليها حجم معين. يعني انت لو جبت شويه ميه، كوبايه فيها ميه، وجيت مسكت الكوبايه دي وليكن بشويه الميه ورحت حطيتها في كوبايه اوسع، هل الحجم بتاعي اتغير؟ الحجم بتاعي ما اتغير. امال ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير بس الشكل بتاعي. عشان كده بقول لك ليها حجم معين. تاني حاجه قابليتها للانسياب. تالت حاجه عندي ان هي هل ليها قابليه للانضغاط، وده اتكلمنا عليه في درس السريان واللزوجه، وقلت لك بيني وبين نفسك ان المواد السائله قابله للانضغاط تحت الضغوط العاليه، ولكن الكلام ده بيني وبينك، لكن اللي انت عندك ان هي غير قابله للانضغاط. ليه يا مستر بتقول الكلام ده؟ ما هي اصلا في بين الجزيء والتاني مسافات بينيه متوسطه، لما انا ادوس عليها بضغط عالي ممكن الجزيء والجزيء يقرب من بعض شويه، بس لازم طبعا يبقى تحت الضغوط العاليه، ويبقى انا عندي جدار يستحمل الضغط ده. بس سيبك من الكلام ده، انت عندك السوائل غير قابله للانضغاط. مستر خالد قال حاجه، لو ربنا ما قلت حاجه ما فيش اي حاجه. طيب تعالى بقى للموائع الغازيه، وعندي كام حاجه بتميزها. اول حاجه بتشغل الحيز اللي موجوده فيه. قلت لك عندي غازات في اوضه صغيره، واحد عنده اوضه كبيره، الغاز بيشغل الاوضه اللي هو فيه. طيب تاني حاجه قابليتها للانضغاط، يعني لو انا عندي جدار من الزجاج وفيه غاز وجيت اثرت عليه بضغط معين، لما تيجي تاثر بضغط
تبدا الجزيئات تقرب من بعضها. طب هي ليه قابله للانضغاط؟ عشان في مسافات بينيه كبيره بين الجزيء واللي جنبه، صح؟ فلما انت ضغطت بضغط عالي بدات ايه؟ بدا الجزيئات تقرب من بعض. طب يا مستر ما انت لسه قايل من شويه ان المواد اللي في الصوره السائله بيبقى ايه؟ في مسافات بينيه متوسطه. ما انا ممكن اضغط بضغط عالي تقرب شويه. فعشان انا كده قلت لك دي يعني وجهه نظر. المهم يا سيدي ان انت عندك المواد في الصوره الغازيه، لا يا مستر، ليها قابليه للانضغاط، بيقربوا من بعض لما اضغط بايه؟ بضغط عالي. طيب اول خاصيه هيكلمك فيها في الدرس دي هو الكثافه. ايه الكثافه دي يا مستر؟ اول حاجه انت عندك الكثافه اللي هي كانت رمزها اسمه رو، اسمها عامل زي البي كده بس ايه، حاجه متزحلقه كده، اسمها ايه؟ اسمها رو. اول حاجه لازم تعرفها في الكثافه يا بطل ان الرو بتساوي كتله على حجم، كتله على حجم، الكتله على الفوليوم. تاني حاجه لازم تبقى عارفها اصلا في اي قانون عندك، تقول يا مستر ايه وحده القياس، صح كده؟ تالت حاجه ايه؟ صيغه الابعاد. فنيجي نكتبها مع بعض كده. حاول بقدر المستطاع ان انا اظهر لك الكلام ده على الشاشه. انت من الاخر الكلام اللي انا بقوله ده الزتونه، تلخيص اول درس في نص ساعه. ان شاء الله هنعمل سلسله محترمه. فانا عندي دلوقتي الرو بتساوي كتله على فوليوم. يعني وحده القياس اكتبها كده معايا، ايوه كويس اللي بيقول معايا وسمع الشرح، يعني كيلو جرام على متر تكعيب. يعني اقدر اطلع من الوحده دي صيغه ابعاد. كيلو جرام يعني ام كابيتال على متر تكعيب يعني ال تكعيب. ممكن اكتبها ام كابيتال في واخلي الاس سالب يبقى ال اس سالب 3. ممكن يا مستر اكتبها بصوره ثالثه خالص، انا ما عنديش تي، ما عنديش زمن خالص، بس انا ممكن احط تي اس كام؟ جدع اللي قال اس زيرو، لان اي حاجه اس زيرو بواحد فكاني ملهاش لازمه، بس انا بحطها لك علشان تتلخبط. طب يا مستر الكثافه يا مستر بتتوقف على ايه؟ يعني انا عندي وليكن شويه ميه، الميه دي كثافتها 1000، حلو كده. لو انا جيت يا مستر جبت شويه ميه اكتر، يعني نفس يا سيدي اقول لك معاك كوبايه فيها ميه وخدت منهم شويه ميه، مش الشويه ميه دول من الكوبايه دي، صح؟ الكوبايه دي وليكن كانت كثافه الميه اللي فيها 1000. هل انا لما خدت شويه ميه صغيرين الكثافه بتاعتي اتغيرت بالعقل؟ لا، لان هم من نفس من نفس شويه الميه اللي موجودين في الكوبايه دي، يبقى انا كثافتي ما توقفتش على كتله الشويه ميه الصغيرين دول ولا على الحجم. ما انا ممكن اجيب كوبايه صغيره فحجمها قل، لا، يبقى هي لا تتوقف على الكتله ولا تتوقف على الحجم. يبقى لا تتوقف على الكتله ولا تتوقف على الحجم. اما بتتوقف على ايه؟ لما القانون بتاعك يا مستر بيقول ان الرو بتساوي ام على فوليوم. يعني لو الكتله اتغيرت الكثافه تتغير؟ لا. يعني لو الحجم اتغير الكثافه تتغير؟ لا. يبقى لو انا جيت سالتك سؤال وقلت لك معايا الكتله مثلا، كان معايا وليكن حجم معين من الماء ورحت صغرت لك الحجم ان حجم قلها للنص، ماذا يحدث لكثافه الميه دي تحت نفس درجه الحراره او تحت نفس الظروف اللي موجوده فيها؟ هتيجي تقول لي لا تتغير الكثافه. اما الكثافه تتغير بيه؟ الكثافه كده لو انا جبت شويه الميه دول ورحت وليكن حطيتهم في الفريزر، هيحصل ايه؟ هتلاقي ان الميه بتاعتك حصل لها عمليه ايه؟ حصل لها ان هي اتجمدت. اتجمدت يعني هي اتحولت من صوره لصوره، من صوره صلبه لصوره، من صوره سائله لصوره صلبه، كانت ميه بقت تلج. طب لو انا معايا شويه الميه ورفعت درجه الحراره فاكيد الميه هتتحول من صوره سائله لصوره ايه؟ غازيه، بقت بخار، بقت ايه؟ بخار. فانت غيرت في درجه الحراره، يبقى انت غيرت في شكل او في صوره الماده اللي كانت موجوده فيها دي، كانت سائله بقت صلبه او سائله بقت غازيه. يبقى انت بتغيير درجه الحراره غيرت الكثافه بتاعتي. لو جيت انت على النت وكتبت وليكن كثافه الثلج هتلاقيها تقريبا ما اعرفش 800 ولا حاجه، ما اعرفش والله، فهتلاقي ان هي مثلا وليكن اقل من 1000. يبقى الميه كانت 1000، غيرت درجه الحراره بقت كثافتها حاجه تانية خالص، زودت درجه الحراره بقت الكثافه حاجه تانية خالص. يبقى بتغيير درجه الحراره يتغير كثافه الماده. فيجي هو في الكتاب يجيب لك ايه؟ ان الكثافه تتغير بتغيير المسافات البينيه بين الجزيئات. طب ما هي يا مستر اللي انت قلتها، ما هو انا لما رفعت درجه الحراره تحولت اللي هي الماده في صوره سائله لماده في صوره غازيه. انا عملت ايه؟
انا اذا رفعت درجه الحراره فالجزيئات بدات تبعد عن بعضها فبقت غاز، يبقى انت غيرت في المسافات البينيه. طب انا قللت درجه الحراره، حطيت الميه في الفريزر بقت تلج، يبقى انا قربت المسافات البينيه فخليت الماده في صوره صلبه فكده كثافته اتغيرت. يبقى الحراره مرتبطه بالمسافات البينيه، يبقى اذا تغيرت المسافات البينيه للماده تغيرت الكثافه، او اذا تغيرت درجه الحراره تغيرت الكثافه. طيب قال لك كمان التركيب او الوزن الذري للماده بتاعتي. انت عندك في مواد بيبقى ليها وزن ذري معين بتختلف عن مواد تانية. انت عندك كل ماده اصلا او كل عنصر ليه وزن ذري معين. تمام. في بقى قصه اسمها النظائر وحاجات زي كده، دي مالناش دعوه بيها، دي تبع الكيمياء بتاعتنا. طيب كده احنا اتكلمنا عن اول خاصيه للموائع وهي خاصيه الكثافه. في ان شاء الله في درس تاني هيتكلم معاك في الضغط. طب خلص الدرس لحد هنا؟ لا، ما خلصش الدرس لحد هنا، اللي جاي بقى بسيط. انت كده تقريبا قربت تخلص الدرس الاول. شفت انا لخصته لك ازاي؟ المهم خد كوبايه شاي ويلا نكمل. طيب خدت يا عم شفطه بالشاي، يلا نكمل. بص يا سيدي، بعد كده الراجل هيكلمك لو انا جيت مثلا وليكن جبت كوبايه ميه ورحت جبت ماده تاني ورحت صبتهم على بعض، حصل ايه؟ بقى عندي خليط. فيجي يسألك انا عاوز حجم الكل للخليط ده، انا عاوز الكتل، انا عاوز الكثافة بتاعة الخليط ده، اعمل ايه؟ عندي قانون. اول حاجة لما انا كان عندي كوباية مية وكان عندي كوباية من اي مادة تاني وهوبا حطيتهم على بعض، عندك كوباية شاي وعندك كوباية لبن وهوبا حطيتهم على بعض بقت شاي بلبن. حلو، ده اسمه خليط. ده اسمه ايه؟ اسمه خليط. اول حاجه علشان اجيب حجم الخليط ده او علشان اجيب كثافه الخليط ده اعمل ايه؟ او عشان اجيب كتلته. بالعقل كده حجم الخليط، يعني انت بتقول لي ان حجم الخليط، حجم الشاي بلبن ده عباره عن حجم الميه زائد او حجم الشاي زائد حجم اللبن، يعني حجم الماده الاولى زائد حجم الماده الثانيه. صح ولا صح؟ صح. طب انا عاوز الكتله، الكتله عباره عن كتله الماده الاولى زائد كتله الماده الثانيه، يعني جمعت عشان اجيب كتله الخليط. طب عاوز اجيب الكثافه من القانون بتاع الحجم. هو الحجم بيقول ايه؟ الحجم بيقول بما ان الرو بتساوي كتله على حجم، يبقى الحجم بيساوي ايه؟ الحجم بيساوي الكتله على الرو. يبقى انا اجي تحت القانون اللي انت قلت لي عليه حجم الخليط بيساوي حجم الاول زائد حجم الثاني. حجم الخليط اشيلها واحط ام خليط على رو خليط بيساوي ام الماده الاولى على رو الماده الاولى زائد ام الماده الثانيه على رو الماده الثانيه. وبقى عندي قانون. انت بقى الراجل يكتبه لك بقى، الكتاب يقعد يشقلب لك والكلام ده، كل ده سهل مفيش منه. تمام لحد هنا؟ تمام. ممكن يلعب معاك لعبه بسيطه، يقول لك انا معايا كتله اسمها ام ومعايا كتله ثانيه اسمها 2 ام، وراجل طالب منك الرو الخليط، وانت يا عيني تقول يا نهار اسود لا جايب لي ام ولا 2 ام. عادي، طبق بالقانون تلاقي نفسك بتكتب ان انا عندي دلوقتي ام الخليط بقت ام و2 ام 3 ام، وعندي ام 1 بام، وعندي ام 2 ب 2 ام، تلاقي نفسك بتطير الامات من البسط فوق. حلو كده. والباقي كله شغل الرياضه، وكل ده بفضل الله احنا شارحينه في الفيديو المفصل اللي انا بذكرك بيه، هحطه لك تحت ان شاء الله. تمام. طب نكمل. بس كده الراجل خلص؟ بس يا عم خلص كلمة ازاي اعمل خليط. بعد كده الراجل دخل معانا في حاجة اسمها الكثافة النسبية. والكثافة النسبية دي لازم نعرف كلمة نسبية دي، يعني انت بتقسم من الاخر بتقسم كثافة مادة على كثافة ثابتة اسمها كثافة الماء. وكثافة الماء بتاعتي هي عبارة عن 1000. عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1000. طيب انت معاك ماده وليكن اي ماده بقى، معاك اي سائل كثافته كذا، يبقى الكثافه في البسط وكثافه الميه تحت. السؤال، هي الكثافه النسبيه دي ايه يا مستر وحدتها؟ لا ملهاش وحده. ليه يا مستر؟ ليه؟ تعبانه هي؟ مرهقه؟ لا مش مرهقه ولا حاجه يا باشا، انت بتقسم كثافه على كثافه، فالوحده اللي فوق تطير الوحده اللي تحت. فانت لما بتقسم كميتين فيزيائيتين لهم نفس الوحده، الوحده اللي فوق تطير الوحده اللي تحت، فتقول لهم بالسلامه انا ماليش وحده قياس. هي دي الكثافه النسبيه. فتلاقي عين الطالب بتاع اولى ثانوي بيساله هو ينفع يبقى انا عندي كميه فيزيائيه ملهاش وحده قياس؟ يقول لك ازاي وربنا ما يحصل. لا يحصل في الكثافه النسبيه، في الكثافه
النسبيه. فتيجي انت شاطر تقول له وعندي كمان ايه معامل الانكسار النسبي بين الوسطين اللي يا مستر. لا خلاص ما تفكرناش وحياة ابوك، خلاص مش هفكرك. يبقى انا دلوقتي عندي الكثافه النسبيه مالهاش وحده قياس. ليه؟ لانك انت بتقسم كميتين فيزيائيتين ليهم نفس وحده القياس وليهم نفس ايه كمان، وليهم نفس صيغه الابعاد. الله ينور اللي قالها. فبالتالي مش هيبقى عندي ايه وحده قياس. يبقى الكثافه النسبيه بتقسم كثافه الماده، اي ماده، على كثافه الماء عند نفس درجه الحراره، او بتقسم كتله حجم معين من الماده على كتله نفس الحجم من الماء عند نفس درجه الحراره. وبقى كده عندك ايه يا باشا؟ بقى كده عندك قانونين. طيب وبكده انت تكون خلصت القانونين بتوع الكثافه النسبيه. يعني ما يضحكش عليك في الامتحان ويطلب منك كثافه الماده وتقعد انت ايه كثافه الماده دي؟ كثافه الماده او مديك الكثافه النسبيه تقعد تقول يا الله اعمل ايه؟ لا، الكثافه النسبيه عباره عن الرو ماده على الالف. مين الالف دي؟ كثافه الميه ثابته. يبقى انا رو الماده على الالف بتساوي الرو النسبي. هو ممكن يجيب لك الرو النسبيه فبالتالي تضربها في 1000 يديك مين؟ رو الماده. وطبعا احنا عارفين ان وحده قياس الكثافه هي عباره عن كتله على حجم، كيلو جرام على متر تكعيب. وما ينفعش يا مستر الجرام يجي معاه المتر تكعيب، الكيلو جرام يجيب معاه المتر تكعيب، الجرام يجيب معاه السنتيمتر تكعيب، لان دي وحدات كبيره ودي وحدات صغيره. فهو هتلاقيه ممكن يلعب معاك في كذا مثال. ان شاء الله كل ده انا حاططه لك في المذكره اللي انا كلمتك عليها في فيديو قبل كده. ان شاء الله المذكره دي ان شاء الله تنزل واحاول ان انا اوصلها لك لحد البيت. اتمنى ان انت تكون استمتعت ب 20 دقيقه تقريبا في تلخيص الدرس الاول. اهم حاجه انت تكون سمعت الشرح وبعد كده تسمع التلخيص والزتونه بتاعه الدرس ده، وبعد كده ممكن تروح تحل باي او اتخن سؤال ان شاء الله قدامك في اي كتاب. اتمنى انت تشير الفيديو ده لكل زمايلك علشان يتابعوا السلسله اللي هنعملها ان شاء الله كل درس في اقل من نص ساعه. شير الفيديو ده لكل زمايلك وسبسكرايب للقناه. لو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. سلام عليكم.